السلام عليكم ورحمة الله. النادي الإفريقي والترجي التونسي في ديربي العاصمة 0-0. اللقاء هذايا نوعا ما شوط بشوط. النادي الإفريقي والترجي الشوط الأولاني كان أحسن في العموم الترجي التونسي، الشوط الثاني كان النادي الإفريقي أحسن بقليل من الترجي التونسي. علاش النادي الإفريقي ما كانش باهي في الشوط الأولاني؟ كانت مشكلة في الصعود بالكرة من الخلف، يعني كان فما رزن كبير، كانت تمريرات خاطئة برشا خارجة من المدافعين، يعني باش يعطيوها لوسط الميدان ديما تمريرات غالطة، او وسط الميدان ماهوش في فورمه الكبيره. بين الزمزمي والشريمي ما خدموش برشا كوره، يعني ديما التمريرات نتاعهم نوعا ما غالطه. والنادي الافريقي مع الغيابات الموجوده في الظهيرين اللي هما ينفسوا وسط الميدان ما همش موجودين، يعني تنجم تقول الزعلوني حتى هو قام باخطاء كبيره في الصعود بالكره من تالي التمريرات اللي تخرج معه. وتنجم تقول يعني حتى الظهير الايسر نتاع النادي الافريقي نوعا ما كانه شاد بلاصتو فقط، ماهوش قاعد يعاون برشا الحاله الهجوميه. كما قلت وسط ميدان النادي الافريقي كان متوسط، وهجوم النادي الافريقي شوات كان نوعا ما في عزله في الشوط الاول، رغم انه شوات يعتبر الكور اللي مسهم الزوز في الشوط الاول كان خطير جدا. المسماري يرجع المكان اللي حبت فيه، المسماري مكان السيء رغم انه ما مسش برشا كور، لكن الكور اللي جاوه او طلبان الكوره نتاع المسماري كان ممتاز. الخضراوي ديما نقطه استفهام، يعني ماهوش قادر الخضراوي يعني يبدل يعني في المستوى نتاعو، بقى متوسط احيانا تحت المتوسط. على كل حال النادي الافريقي لعب كما نقولوا بخطه 4-3-3 او يعني بثلاثه وسط الميدان كما قلنا. نوعا ما النادي الافريقي ما كانش في الفورمه الكبيره في الشوط الاول. الترجي التونسي الاداء نتاعو تبعثرت الاوراق نتاعو خاصه بعد خروج البليل يوساس، وهذه ضربه كبيره للترجي في بدايه اللقاء، هذه مشكله كبيره. لكن تحس الترجي التونسي رغم انه تبعثرت الاوراق ما كان السيء الترجي، يعني في الشوط الاول تحمل نوعا ما المسؤوليه. اقبلوا وتقى ما كانوا سيئين، يعني مشكله الترجي التونسي نجم تقول الظاهرين بن حميده اداء محترم، لكن الشيره اليمين بن علي ما خدمش برشا، يعني كان فما برشا اخطاء من بن علي في الصعود بالكره او المسانده الهجوميه كان نوعا ما غايب. وحتى الهجوم دخول كسيله على اليمين كان متوسط نوعا ما، كسيله ما دخلش في اللقاء تسويت. دانو نقطة استفهام مرة أخرى، دانو مش قاعد يعرف فيش يلعب مع الترجي. والشيرة اللي صار كوناتي كما نقولوا ما ينجمش يكون غاديك كوناتي، مو سيء كوناتي، لكن مشكلة الكنزاري نعاودوا نقولوا مرة أخرى كانت تحب تلعب لاعب وتكون عندك صنعة وتكون عندك كاليتي افتكاك الكرة نوعا ما. أقبلو تحسن كثيرا، حتى في اللي حكيته قبل على أقبلو الفيديو قبل الأخير اللي قلت بدأ يتحسن، أصبح يعني بيفو محترم في وسط ميدان الترجي. فما أخطاء تحت الضغط صحيح، لكن عجبني اليوم وقبلوه وين موجود في افتكاك الكره كان موجود، يعني تنجم تقول اكثر واحد تالق في وسط الميدان هو اقبلوه. مع كما قلت اللاعب بين الخطوط لازم يكون غاديك كوناتي، هذاك هو مش موجود كوناتي باش تتحسن الكاليتي نتاع اللعب نتاع الترجي، لانه جبالي اللي هو يلعب بين الخطوط ما كانش في المستوى. الترجي التونسي حتى هو نوعا ما لعب 4-3-3 وكان اقرب الترجي في الشوط الاول، لانه حتى المدافعين تنجم تقول مرياح وجلاسي ماخذين راحتهم، يعني يطلعوا بالكره مرتاحين وتخرج من ساقيهم الكره ويلعبوا مع وسط الميدان، وسط الميدان يدور ويلعب على الاجنحه. يعني كان ظاهر الترجي التونسي يحب يعمل، واللي خلى هذا كله هي النادي الافريقي ما دخلش اللقاء. النادي الافريقي بالشوط الاول ما كانش بصراحه في المستوى الحدث. الشوط الثاني تقلبت الامور نوعا ما، وهذا اللي حكيته انا. راهو النادي الافريقي من غير ما يكون فما القوه نتاع وسط الميدان، فما لقاءات كما الديربي او في حتى في اي لقاء تحب تقوي المستوى نتاعك، يلزم فما افتكاك الكره يكون قوي، يلزم فما شراسه، يلزم تكون فما كما نقولوا الجرينتا الموجوده في وسط الميدان. وهذيك هي خان ديما نحكي عليه، يلزم يكون خان موجود، يعني ما فماش. لانه الزمزمي مش نقول انا لاعب سلبي ولا غيره، الزمزمي تكنيسيان قاعد يعمل عليه، كان جناح من بعد وسط ميدان هجومي اصبح زمزمي يعني بيفو قدام المدافعين، قاعد يعمل عليه نوعا ما. لكن القوه البدنيه اللي باش تغطي الاخطاء نتاع وسط الميدان او الافتكاك الكره القوي اللي باش يحرر وسط الميدان نتاعك وباش ترجع ثقه لاصحابك في خان. بعد دخول خان تبدت الامور في وسط الميدان نتاع النادي الافريقي، واصبح خان منه بيفو، منه ريليور، منه يدخل منطقه 18 متر، كان قوي وقوي جدا. خان عمل لا ديفيرونس يعني في وقت نتاع 30
30 دقيقه الاخيره كما قلت بدل الوجه نتاع النادي الافريقي، والشواط خذا كره اكثر، ولات يعني اصبح وسط الميدان قرب ياسر الشواط، وشواط يعني ستاسيون يعني يعرف وقتاش يركح كره بالزدر، ويعرف وقتاش يدور بها وحده، يعرف وقتاش يلعب الان دو، يعرف كيفاش يرجع بالكره كوم ستاسيون ويلوج على اصحابه على اليمين وعلى اليسار. والمسماري تفرهد اكثر بعد تحرر شواط وبعد دخول خان وبعد الامور، حتى الظهيرين النادي الافريقي الزعلوني والشير اليسار كي تحسنت الامور منا ومنا بدا يعني كما نقولوا النادي الافريقي يتحرك اكثر. لكن قبل ما يتحرر النادي الافريقي ضربه جزاء اللي جات للترجي التونسي دانو اللي ضيعها، يعني خلات الترجي يعني يقعد المستوى نتاعو ما يسعدش، كان معمل عليها برشا يعني كيما نقولوا الفرصه اللي جات للترجي باش تصبح النتيجه 1-0، دانو يضيع بطريقه غريبه، يعني تسديده ما كانتش بصراحه يعني متوسطه، تسديده يعني لازم تكون ما احسن، لازم تكون بلا دو بي الفوق، ولازمك تكون عندك قوه اكثر في التسديد، خاطر هذا ماتش نتاع 1-0 نتاع 1-1، ما لازمكش تشوت بالطريقه هذيك ضربه جزاء، تكون اكثر كونسونتري، تكون اكثر فاعليه. على كل حال دانو خرج كما قلت يعني ما عداش لقاء كبير. حكيت عن النادي الافريقي اللي هو تحسن كثيرا في كيلكو شونجمون كما قلت، وانا حبيت زاد بن علي يدخل شير اليسار باش يكون فما تحرر اكثر للقدام، باش يكون فما طلب اكثر للقدام، وتساعد اكثر لي زاتاكون باش يدخلوا ل 18 متر، كي يولي عندك يولي عندك ظهير يعني يطلع وتكون اكثر سوبيريوريتي كما نقولوا نيميريك في 30 متر الاخيره، وقتها كما نقولوا يعني تتحسن الامور اكثر. على كل حال النادي الافريقي 30 دقيقه الاخرانيه عجبني، لكن في المقابل كنزاري كان التغييرات نتاعو ماهيش تغييرات باش تقلب اللعبه، يعني دخول الليفي ولا شنو الظهير ايسر، او دخول يعني بعض اللاعبين، حتى كوناتي كي دخل نوعا ما بقى يلعب على اليسار، ومن بعد حتى كي دخل وسط الميدان تحس ما همش فاهمين بعضهم جماعه وسط الميدان، بقى في الحاله الدفاعيه اوغبولو، وخاصه اوغبولو في الشوط الثاني يعني كان موجود رغم بعض الاخطاء، وتو نحكي انا توا كي وصل اوغبولو مستوى معين نتاع ينجم يلعب في الترجي، توا وصل بالحق ينجم نحكي انا على اوغبولو ينجم يكون في الترجي التونسي كلاعب بيفو محترم، مش طياره، لكن فما اشواط اخرى يزيد يتعلمها اوغبولو في الصعود بالكره الاسرع، كيفاش تعاون اكثر، تكون ساعات بيفو منك ريليور، منك ساعات تجازف اكثر، ساعات تدخل اكثر، ساعات تعمل لا ديفيرونس، ساعات وحدك يعني تقدم 3-4 متر ما تقعدش واقف على بلاصتك باش تعطي الكره منك، لا يعني فما امور اخرى بشويه بالنسبه لي انا ينجم يتحسن مع مرور الوقت. اوغبولو ترافاي سبيسيفيك تلقى نوعا ما تحت المستوى نتاعو، حتى كي دخل كوناتي ما يعرفوش يلعبوا معاه، ما يمسلوش في وقت اللي يحب عليه، وتبعث الاوراق نتاع الترجي اللي سبب فيها اللي ما فماش خطه واضحه في الترجي، ما فماش هذه اللي ديما نحكي فيه، ما فماش يعني الخطوط بعاد على بعضهم، يعني رغم انه كسيله في الشوط الثاني تحرك نوعا ما، لكن كما قلت دخول جبري ما كان سيء الجبري، يعني الكور اللي جاته حاول يعطي كنترول صحيح، حب يلعب الجبري يمين ويسار، ما كان السيء الجبري، لكن كما قلت انا هذيك هي الدربي قلبه بقلبه، يعني 30 دقيقه الاخيره كان النادي الافريقي احسن بصراحه، يعني كان ينجم يعدل بلوتو، كان ينجم يسجل كسوسوا بضربه جزاء او يعني تسجيل هدف عن طريق المسماري اللي هي يعني كان ينجم يسجل المسماري، او حتى شوات يعني في الشوط الثاني وفي اخر الشوط الثاني كان خطير جدا. على كل حال بالدربي وفاء 0-0. الترجي التونسي كان شوط اول احسن، النادي الافريقي شوط الثاني كان خير، وكوناتي نعاودوها لازم يكون هو في وسط الميدان باش تكون فما كاليتي، على غالب كما نقولوا البلالي وساس يعني كانوا مصابين، ودانو لازم يكون فما تركيز اكثر، بوزيان موجود على بنك الاحتياط، يعني هذه باش انت على الاقل المهاجمين كي ما همش في المستوى في وقت معين يكون الاظهر الحلول، فهمتي، بوزيان موجود على بنك الاحتياط زاد الى يومنا هذه الاخطاء، مع ما فماش فكره واضحه في الترجي الى يومنا هذا، يعني هما تنجم تقول اللاعبين هما قاعدين يعملوا في الفكره بحكم الكاليتي الموجوده. النادي الافريقي خان يزمو يترسم يعني كلاعب يعني موجود في وسط ميدان النادي الافريقي، الشريمي يزم يعيد حساباته، وبن علي ضروري، بن علي اون جينيرال 30 دقيقه الاخيره ينجم النادي الافريقي ينجم يبني عليها يعني المستقبل نتاعو. على كل حال هذا هو الفيديو، السلام عليكم ورحمه الله.